اللي بيحصل يا جماعه ان مارفل ستوديوز ضافوا رسميا في جدول افلامهم 3 افلام جديده تماما ولسه من غير اي عناوين. وال3 افلام دول المفروض نشوفهم في سنه 2029. اول فيلم المفروض هينزل معانا يوم 4 مايو 2029، والتاني يوم 13 يوليو 2029. اما بالنسبه للتالت هيكون يوم 9 نوفمبر 2029. وطبعا اول ما تشوف الافلام اللي من غير عنوان دي هيجي في دماغك نفس السؤال، يا ترى الافلام دي هتكون عن ايه بالظبط؟ فبصوا، اكيد عارفين ان مارفل مؤخرا اكدت مجموعه كبيره من المشاريع الجديده وبدات فعلا تشتغل على افلامها الجايه، فبالتالي في احتمال كبير جدا ان هم يكونوا بداوا بالفعل يخططوا الافلام من 2029 لحد 2035. لان لما يكون عندك عالم سينمائي ضخم بالشكل ده وعدد شخصيات كبير جدا لازم كل حاجه تتخطط من بدري. فيا ترى الافلام التلاتة الغامضة دول هيكون عن ايه؟ ومن غير ما نطول في الكلام كتير خلينا نبتدي على طول. قبل الافلام التلاتة اللي المفروض لسه من غير اي عناوين، عندنا يوم 25 سبتمبر فيلم اند جيم، وده طبعا هيتم عرضه في السينمات تاني، ومارفل طبعا نزلت اعلان تشويقي كده للفيلم ده. بعد كده يوم 18 ديسمبر هينزل فيلم دومز داي، واللي الجمهور طبعا متحمس ليه بشكل كبير جدا. عندك بعد كده يوم 17 ديسمبر 2027 هيجي فيلم السيكريت وورز. وبعدها يوم 5 مايو 2028 هنشوف أول فيلم في الميوتنت ساجا وهو الإكس مان. ويوم 28 يوليو سنة 2028 هينزل فيلم جوست رايدر. وبعده يوم 15 ديسمبر 2028 هينزل بلاك بانثر 3. ودي كده الافلام اللي مواعيد نزولها الرسميه معروفه لحد دلوقتي. لكن تعالى بقى نتكلم عن الافلام اللي مارفل اكدت ان هي جايه بس لسه ما كشفتش عن مواعيد عرضها. عندك اول فيلم هنا في القايمه هو تشانج شي 2، ومخرج الجزء الاول اكد مؤخرا في مقابله انه راجع لاخراج الجزء الثاني، وان الفيلم داخل فعلا في مرحله التطوير والفانز مستنيين الجزء الثاني من سنين. وكمان بما ان شانج شي هيكون واحد من الشخصيات المهمه جدا في الميوتنت ساجا، فبالنسبه لفانز الشخصيه دي الخبر فعلا يعتبر فرحتين في خبر واحد، لان وجود شانج شي 2 معناه ان شانج شي غالبا هيكون نجا من احداث دومز داي وكمان السيكريت وورز. بعد كده عندنا ديدبول 4. الممثل رايان رولينز اكد ان في شغل على سيناريو الجزء الرابع، وان الفيلم المره دي هيكون تيم اب موفي، يعني مش هنشوف فيلم ديدبول بالشكل التقليدي، لكن هنشوف ديدبول بيتعاون مع شخصيه تانية او مجموعه من الشخصيات. وبما ان هنا الجزء الرابع هيكون ضمن الميوتنت ساجا، فممكن جدا نشوفه بيتعاون مع مجموعه من الميوتنت الجداد. وفي كمان شائعات بتقول ان ديدبول ممكن المره دي يتحد مع سبايدر مان، والاغرب ان سبايدر مان ده ممكن يكون اصلا سبايدر مان اندرو جارفيلد، خصوصا ان اندرو جارفيلد في اكتر من مقابله مؤخرا وضح انه ممكن يرجع تاني بدور سبايدر مان، لكن بشرط واحد، ان الفيلم يكون حاجه غير متوقعه وغريبه جدا. وبصراحه ايه اكتر مشروع ممكن يكون مجنون وغريب من فيلم يجمع بين سبايدر مان وكمان ديدبول؟ هتبقى حاجه جامده جدا لو الفريق فعلا قدر يعمل التيم اب ده فعلا، فممكن جدا الفيلم ده يكسر ارقام قياسيه كتير. بعد كده عندنا نوفا. رئيس مارفل ستوديوز كيفن فيجي اكد بنفسه ان نوفا كان في البدايه مشروع مسلسل، لكن دلوقتي اتحول لفيلم سينمائي. وفي كلام كتير حوالين اختيار الممثل جوي كاري نجم سترينجر سينجز للدور، وده واحد من ابرز الاسماء الموجوده في الفان كاست حاليا، لكن لسه هنشوف مارفل هتختار مين فعلا عشان خاطر يلعب دور نوفا. وبالتالي واحد من الافلام الثلاثه اللي لسه من غير عنوان في جدول مارفل ممكن جدا يكون نوفا. وبالنسبه لي انا شخصيا متحمس جدا للعمل ده. الفيلم اللي بعده عندنا هو دكتور سترينج 3. انا عارف ان الفيلم ده كان في الاصل متخطط ليه انه ينزل في الميوتنت ساجا قبل دومز داي، في الوقت اللي كان اصلا فيه اسم الفيلم كانج ديناستي. في الفتره دي مارفل كانت مخططه ان دكتور سترينج يكون هو البطل الرئيسي في المالتي فيرس ساجا، وانه يدخل في مواجهه مباشره مع كانج. لكن بعد كده الخطط اتغيرت، والقصه اللي كنا المفروض نشوفها في دكتور سترينج 3 هتظهر لينا بشكل مختلف تماما ضمن احداث دومز داي وكمان السيكريت وورز. ولما دكتور سترينج 3 تيجي في الميوتنت ساجا هنشوف هنا قصه جديده تماما لدكتور سترينج، وده لان الشخصيه دي اصلا مثيره جدا للاهتمام وتقدر كمان تعمل معاها اي نوع من الافلام. وممكن جدا بعد السيكريت وورز يكون دكتور سترينج واحد من الشخصيات الاساسيه في الجانب السحري والحاجات كمان الخارقه للطبيعه من عالم مارفل الجديد. فعشان كده انا شبه متاكد اننا هنشوف دكتور سترينج 3 في مرحله ما في الميوتنت ساجا، وممكن جدا تكون واحده من الافلام اللي من غير العناوين دي يكون فيلم دكتور سترينج 3. نيجي بعد كده للفيلم اللي بعده وهو فانتاستيك فور فيرست ستيبس بارت 2. الفيلم ده هيكون ضمن الميوتنت ساجا، وده تقريبا متاكد لان فريق فانتاستيك فور هيكون واحد من اهم الفرق الرئيسيه في المرحله الجديده، والشخصيات دي هتكون من الشخصيات الاساسيه في العالم الجديد. وممكن هنا كمان نشوف شخصيات جديده كتير بتتعاون مع الفانتاستيك فور. ولو بصينا على قصص مارفل في الكوميكس هنلاقي ان في قصص كتير جدا على مدار السنين انضم فيها ابطال مختلفين لفريق الفانتاستيك فور.
وسبايدر مان واحد من اشهر الشخصيات اللي حصل معاها ده، فممكن جدا يتم اقتباس النوع ده من القصص في اللايف اكشن ونشوف فيلم تيم اب يجمع الفانتاستيك فور مع ابطال تانيين. الفيلم اللي بعد كده هو ميد نايت سانز. في الاصل مارفل كانت مخططه ان هي تعمل سيت اب لفيلم ميد نايت سانز من خلال فيلم بليد، وكان المفروض ان نسخه مهرشيلا علي دي من بليد تكون شبه نيك فيوري الجديد، يعني يبدا يجمع الشخصيات دي ويضمهم لفريقه، وبعد فيلم بليد نشوف ميد نايت سانز وكل الشخصيات دي بتشتغل مع بعض كفريق واحد. ومارفل فعلا بدأت تمهد الحاجة دي من مشهد ما بعد النهاية في الفيلم بتاع الإيترنالز لما شفنا بليد بيتواصل مع شخصية بلاك نايت، فيعتبر كل حاجة كانت ماشية في الاتجاه ده. لكن مؤخرا مارفل طبعا ألغت رسميا فيلم بليد بتاع مارشيلا علي، فدلوقتي ممكن جدا يكون الحل إن مارفل تقدم كل الشخصيات دي ومن ضمنهم بليد نفسه لأول مرة بشكل أساسي في ميد نايت سانز. احنا أصلا شفنا جوست رايدر بيتقدم في عالم مارفل، بلاك نايت كمان موجود بالفعل في الام سي يو، ومون نايت كمان برضه موجود في مكان ما من العالم ده، فالفيلم ده ممكن يكون ممتع ومثير جدا. وكمان في تقارير بتقول ان مافيستو ممكن يكون هو الشرير الرئيسي في الفيلم، ومفيش حاجه غريبه في ده لان مارفل بالفعل قدمت مافيستو في المسلسل بتاع ايرون هارت. فبالتالي واحد من الافلام اللي من غير عناوين دي برضه التلاته ممكن يكون جدا هو ميد نايت سانز. كمان عندنا فيلم يانج افنجرز. مارفل قدمت بالفعل مجموعه من شخصيات اليانج افنجرز خلال المالتيفيرس ساجا، لكن لحد دلوقتي ما قدمتش لهم مشروع قوي يجمعهم كلهم. ومن فترة طويلة مارفل كانت أعلنت عن مشروع يسمى شامبيونز، لكن المشروع ده اتأجل، وحسب التقارير المشروع اتحول دلوقتي من مسلسل لفيلم. والفيلم هنا اللي كان المفروض يبقى تحت مسمى شامبيونز ممكن دلوقتي يتحول لفيلم تحت مسمى سترينج اكاديمي، وطبعا زي ما الاسم بيقول فغالبا هنشوف ظهور جديد لدكتور سترينج واللي هيقوم بتدريب مجموعه من الشباب الموهوبين في الاكاديميه بتاعته. فلو دكتور سترينج 3 وكمان سترينج اكاديمي طلعوا فعلا اتنين من الافلام الثلاثه اللي من غير عناوين، يبقى فانز دكتور سترينج هيكونوا مبسوطين جدا. وبصراحه سترينج شخصيه ممتعه جدا، وانا شخصيه ممكن اشوفه في كل فيلم مش هزهق منه، فعادي جدا بالنسبه ليا لو اتنين من الافلام التلاته طلعوا فعلا يخصوا شخصيه دكتور سترينج. لكن في النهايه واضح ان على الاقل مشروع واحد من المشاريع دي هيكون متعلق بدكتور سترينج. كمان في فانز كتير مستنيين ساندر بولتس 2، لكن انا مش شايف بصراحه ان الفيلم ده هيكون تحت مسمى ساندر بولتس 2 او حتى كمان تحت مسمى نيو افنجرز. احنا عارفين ان بعد السيكريت وورز هيكون في تشكيل جديد لفريق افنجرز، فممكن جدا نشوف فيلم افنجرز جديد لكن بتشكيله مختلفه واعاده تقديم للفريق في العالم الجديد. وبالاضافه لكل ده مؤخرا ظهرت تقارير برضه بتقول ان بعد فيلم سبايدر مان براند نيو داي مارفل وسوني بداوا بالفعل في كتابه سيناريو سبايدر مان 5، وتوم هولاند نفسه اكد ان تحضير الجزء الخامس من سبايدر مان بدا بالفعل. فبالتالي وارد جدا ان واحد من الافلام الثلاثه اللي من غير عناوين يكون سبايدر مان 5. وبما اننا بنتكلم على سبايدر مان 5 فيا ترى بقى ثور 5 كمان ممكن تكون واحده من الافلام دي ولا لا؟ وده بقى كمان كان جزء من المناقشات اللي دايره حوالين الافلام اللي جايه. مارفل كانت من وقت للتاني كده بتدينا تلميحات ان ثور 5 جايه، وحتى رئيس مارفل ستوديوز اكد مؤخرا ان شخصيه ثور مش هتختفي في اي وقت قريب، وكريس هيمسورث هيكمل في مارفل ستوديوز في دور ثور حتى كمان بعد السيكريت وورز. فعشان كده مش هيكون مفاجاه كبيره بالنسبه لينا اننا نشوف ثور 5 ضمن الميوتنت ساجا، خصوصا لما نفتكر ان هي مشوقه اللي انتهت بيه لوف اند ثور، واللي ممكن يخلي الجزء الخامس فيلم مثير جدا. مواجهه ثور ضد هيركليز لو حصلت فعلا هتكون حاجه خرافيه. وكمان من خلال اعلان دومز داي واضح ان مارفل ممكن تبدا تستكشف الجانب المظلم والجد في شخصيه ثور، يعني غالبا مش هنشوف ثور الكوميدي اللي اتعودنا عليه تاني، وممكن اصلا ده يكون اللي الجمهور مستنيه، ثور 5 بثور جاد وداخل في مواجهه مع هيركليز. فانا شايف انها فعلا هتبقى حاجه ممتعه جدا. ودلوقتي بقى زي ما قلت بعد السيكريت وورز هيكون في عالم جديد بيتعمل، وهنا هنشوف شخصيات جديده ونسخ جديده ومتعاد تقديمها من الشخصيات القديمه هترجع تاني. وتخيلوا معايا بقى ايرون مان جديد وكابتن امريكا جديد وغيره من بقيه الشخصيات وكلهم جداد. فعلى حسب هنا اللي بيتقال اننا ممكن نشوف فيلم ايرون مان جديد في المرحله دي. فاكرين ان مارفل كانت في البدايه ناويه تعمل مشروع يسمى ارمر وورز، وكان وور ماشين هو الشخصيه الرئيسيه فيه، لكن بعد كده مارفل حولت المشروع من مسلسل لفيلم، وفي النهايه لغت الفيلم بالكامل. لكن حسب التقارير المشروع ده لسه ممكن يتعمل، بس المره دي مش هيكون تحت مسمى ارمر وورز، وانما بقى هيكون تحت مسمى ايرون مان. وكنا سمعنا كمان ان مارفل بتدور على ممثل جديد عشان خاطر يلعب دور توني ستارك بنسخه جديده، فماذا لو واحد من الثلاث افلام اللي من غير عناوين دول يكون تحت مسمى ايرون مان؟ دلوقتي بقى بما ان المرحله دي تحت مسمى ميوتنت ساجا، فانا شايف ان واحد من الافلام الثلاث دول لازم يكون فيلم الاكس مان، والا طبعا هتكون حاجه غريبه جدا، وممكن فعلا يكون واحد من الافلام دي هو فيلم الاكس مان. والاحلى من كده بقى لو الفيلم طلع تحت مسمى اكس مان ضد الافنجرز.
وبصراحه المواجهه دي لو حصلت هتبقى حاجه مجنونه جدا. فلحد دلوقتي لسه مش عارفين الثلاث افلام دول ممكن يكونوا تابعين لمين بالظبط، ويمكن مع الفتره اللي جايه كل حاجه تتوضح بشكل كبير جدا. فانت بقى من وجهه نظرك شايف ان الثلاث افلام دول ممكن يكونوا تابعين لمين بالظبط من الشخصيات دي؟ ويا ترى الكلام اللي انا قلته في فيديو النهارده ممكن فعلا يبقى منطقي، ولا ممكن فعلا مارفل تفاجئنا وتقدم لنا حاجه جديده؟ فكالعاده بقى استنى في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول، واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.